قررت ناخذكم إلى مدينة جديدة ونكتشفها مع بعض، واللي هي مدينة شيراز. باش تعرفوا التفاصيل وتشوفوا التفاصيل أكثر خليكم معايا لآخر الفيديو. السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. معكم زهراء، جزائرية وعايشة في إيران. من خلال قناتي حبيت نعرفكم أكثر على إيران من حيث السياحة والثقافة، فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. تبعد شيراز تقريبا على طهران 10 ساعات، فاحنا توقفنا في الطريق وارتاحينا وتغدينا، وبعدها كملنا المسير إلى شيراز. صباح الخير. الجو في شيراز كأنك في الصيف. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم راني متوجهة لواحد المسجد اللي يعتبر من أجمل المساجد الموجودة في إيران، مش غير في إيران، حتى في العالم، لأنه فريد من نوعه وفيه يعني شيء خاص. فخليكم معي باش نشوفوه لآخر الفيديو. مسجد نصير الملك، المسجد الوردي، من أقدم المساجد الموجودة في إيران وأجملها. ابتدى بناء هذا المسجد في 1294 للسنة الهجرية، وانتهى في 1305، يعني استغرق أكثر من 12 سنة ليبنى. هذا النور اللي راكم شايفينه اللي يجي من الشمس طبعا لما يسطع على هذه الأبواب من 8 ل10 صباحا فقط، وبعدها ما يوليش يعني لازم تزوروه بكري باش تاخدوا صور شابة. بني هذا المسجد على يد المعمار رضا كاشي والحاج محمد حسن، وسمي على نصير الملك الذي كان من أكبر التجار في زمانه في شيراز آنذاك، بحيث أنه تطوع لبنائه في أجمل الحلل. ويعتبر هذا المسجد من أجمل التراث الموجود في إيران. في الجهة الغربية من المسجد تحتوي على هذه الأبواب الملونة التي حين يسطع عليها ضوء الشمس تعطي هذا الانعكاس الجميل. مساحة المسجد تقدر ب2890 مترا مربع. هذه الجهة اللي كنا فيها اللي فيها الضوء دايما تطلع فيها الشمس، وهي يقول لها شبستان زمستان، يعني خاصة بفصل الشتاء. هذه الجهة خاصة بفصل الصيف. لماذا؟ لأنها دايما فيها الظل ما تسطعش فيها الشمس أبدا، لا في الشتاء ولا في الصيف. وهذا المكان كان خاص بالخطبة، مثلا خطبة الجمعة. شايفين هذا المعمار يخلي الصوت يكون عنده صدى، فالمكان جميل جدا. خليني نصور لكم ونوضح لكم أكثر. استعمل اللون الوردي كثيرا في السيراميك الموجود على الحائط، على غير المألوف في المساجد الأخرى الموجودة في إيران، ولهذا سمي بالمسجد الوردي. كل هذه النقوش والرسوم رسمت يدويا طبعا، وكتبت الكثير من الآيات والأشعار المعروفة آنذاك على السيراميك. ينعكس ضوء الشمس على الماء الموجود في وسط المسجد، والذي بدوره ينعكس على هذه الجهة، فيصبح سقف هذه الجهة كأنه مليء باللؤلؤ.
يقال أن نصير الملك من شدة حبه للإمام زادة السيد بين الحرمين بنى هذا المسجد جنبه، حيث أن في إيران إمام زادة تقال لحفيد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، بحيث يكون نسله قريب جدا من النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وبهذا يكون عنده مكانة كبيرة في وسط الناس كالأولياء الصالحين الكثيرين الموجودين في الجزائر، والذي يعتبر أكثرهم من نسل النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. شابستاني تابستاني، أي الجهة الشرقية الخاصة في فصل الصيف. تحتوي هذه الجهة على محلين واللي يبيعوا أشياء تذكارية وجميلة جدا، وتعتبر من الصناعات اليدوية المعروفة في إيران. هذه الجهة كانت خاصة بالدراسة آنذاك، لهذا صممت بهذه البساطة. تقدروا تطلبوا من المصور أن ياخذ لكم صور تذكارية جميلة مقابل كل صورة $2 فقط. وهذه كانت وجهتنا في اليوم الأول في شيراز. إن شاء الله تكون عجبتكم جولة اليوم واستمتعتوا معايا. استنوني في فيديوهات جديدة، ما تنسوش تخلوا لي آراءكم في التعليقات. شكرا لحسن المتابعة، نشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.